من القصص المشهورة في الأدب العالمي، من قصص اللي قالها تولستوي كاتب روسيا الأول يعني أو الشهير، إنه قصة جه ملك وقال له واحد أنا عايز أديك الأرض دي كلها، امشي فيها قد ما تمشي بس المهم ترجع قبل الغروب. قصة مشهورة أوي. فابتدى يمشي بالجواد بتاعه بالحصان بتاعه، كل ما يمشي يبص وراه، لا طب اخد حتة كمان، طب شوية كمان، شوية كمان. حاول يرجع، طبعا عمل مجهود غير عادي. بعد ما طمع وابتدى يرجع، قبل ما يوصل لخط النهاية كان وقع مات. ولا حصل كده ولا حصل كده. لو كان خد له مساحة صغيرة كان زمانه متمتع بيها. حد التجربة جه الشيطان وابتدى يجرب المسيح، فيما جربه من التجارب الثلاثة أراه، يقول كده أخذه على جبل عال وأراه جميع ممالك العالم ومجده. هنا بقى عين تكتفي وعين تشتهي، عين قانعة وعين طماعة. ما قال له هدي لك الحاجات دي كلها ده بتمن بخس خالص إن خررت وسجدت لي. المسيح يرد عليه يقول له مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. نفس الكلام ده هو اتعرض له لوط. لوط اشتهى ورفع عينيه، عايز اقرا لك النص بالظبط، ورأى كل دائرة الأردن أن جميعها سقي يعني فيها مية، قبلما أخرب الرب سدوم وعمورة كجنة الرب كأرض مصر. فاختار الأرض دي كل دائرة الأردن. عين اشتهت. وفي عخان بن كرمي في قصة أريحة، والكتاب يقول كده في وسطك حرام يا إسرائيل، في وسطك حرام. الشعب كله جه قدام قرية صغيرة واتهزم، مع انه قدام المدينة الكبيرة، المدينة الكبيرة واللي لف حواليها الدورات السبعة سقطت أسوار أريحة. وانت يا عخان مد ايده وسرق. عين طماعة. ففي حد التجربة عينك يا عينك عين مكتفية، عين مكتفية، عين قانعة. إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي به. ده بولس الرسول بيعبر هنا. عين تقتنع قنوعة تكتفي، وفي عين طماعة. اوعى يكون عندك العين الطماعة. الصوم فرصة علشان تعالج العين الطماعة ده.